السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام. اليوم في هذه الحلقة غادي ندويو على واحد الواقعة اللي وقعات، هي واقعة أو قصة أغرب من الخيال. شخص اللي قتلو ماشي إنسان، بل جن أو شيطان، يعني ما عرف شكون فيهم اللي كيقتل، ولكن اللي قتلو هو شيء خارج عن الطبيعة أو عن المألوف. القصة أو الواقعة غادي تبدا من واحد النهار فاش كنا في الخدمة، يعني خدامين في السيرفيس، حتى غادي يجينا واحد الاتصال من واحد المنطقة اللي هي بعيدة على المدينة اللي فين كنخدمو، لواحد المدينة صغيرة. هاد المدينة تقريبا بعيدة بواحد 50 كيلومتر 60 كيلومتر بحال هكاك. مشينا انتقلنا لعين المكان باش نشوفو واحد الجريمة، بما أننا حنا يعني مصلحة متخصصة في مجال اللي كيكون فيه القتيلة، أو اللي كنسميو حنا كنتسماو يعني الفرقة الجنائية. حنا كفرقة جنائية يعني متخصصين في القتل. وصلنا لديك المنطقة، مشينا يعني داونا مباشرة للامور باش نعاينو واحد الجثة ديال واحد الراجل. راجل المهم كان راجل لحية، العمر ديالو تقريبا 50 سنة. آه، كان عريان، الجسم كامل ديالو كان عريان. آه، جسمو كامل كان مخطط أو مكتوب، آه، فيه حروف رموز حنا اللي ما فهمناهمش، كانوا مكتوبين باللون الأحمر أو الأصفر. كان كامل متخطط يعني في المناطق اللي كتوصلها اليد ديالو، يعني مثلا الظهر ديالو ما فيهش حتى كتابة. يعني من الواضح أن هذا الشخص هو اللي قام بالتخطيط ديال راسه. من بعد منها انتقلنا للمكان اللي تلقات فيه الجثة. تلقات في واحد الشارع، أه ماشي لقاوها، يعني من بعد غادي نسولو طبعا الناس، غادي يقول لك بأن هذا الشخص طاح من واحد الطابق تاني لواحد الأوطيل. هذاك الأوطيل هو اللي كان ساكن فيه داك الشخص. من الطابق التاني منين تلاح، هما كانوا بزاف د الناس اللي شهدوا الواقعة، سمعوا الغوتة وبان لهم الشخص تلاح، يعني تطوع لواحد المسافة، يعني ماشي طاح تحت الشرجم مباشرة، كأنه غوت وطاح بعيد بعيد تقريبا بشي 5 متر أو 6 متر فين تطوع. طاح مات في البلاصة. عينا البلاصة، بدينا كنسولو الشهود شكون اللي شاف شي حاجة. بزاف د الناس يعني اللي شافوا هاد الشخص. الأول اللي شافو هو القزاف. القزاف قال لينا جا عندي هاد الشخص، كيجي عندي شحال من مرة، كياخد من عندي اللحم، ولكن ديما عنده واحد الشرط. كيقول القزاب ملي تعطيني اللحم ما يكونش فيها الملحة. القزام بطبيعة الحال كيقول ليه انا ما كنديرش الملحة للحم. كيقول ليه لا، انا كنطلب منك تغسل الموس وتغسل ديك المنطقة اللي غادي تقطع ليا فيها اللحم، حيت أنا بحال إلا عندي شي حساسية من الملحة، ولا المهم قنعو بأنه عنده مرض أو حساسية. داكشي علاش القزار ديما كياخد الحذر ديالو ملي كيجي عند هاد الشخص. قال ليه قطع ليا من الضلوع ديال الخروف، وخدا اللحم من مناطق مختلفة من الخروف. من بعد الشخص التاني اللي شاف هاد الشخص هو آه واحد الشخص اللي كان قريب للقزاب، عطار. قال لك جا خدا من عندي الفاخر، خدا من عنده آه، مجمر ومشى، يعني أمور طبيعية. تاني مشينا عند مول الفندق. واش هاد الشخص كتعرفو؟ قال لك هاد الشخص يعني يتردد مرة كيجي لهاد الفندق يعني بشكل عادي. مشينا باش نعاينو الغوفار اللي كان شاد داك الشخص، واللي هي الغرفة اللي تلاح منها. ديك الغرفة بطبيعة الحال ملي كتكون شي قضية راه ما كيخليوش يعني أي واحد يدخل للغرفة اللي كانت فيها الجريمة أو اللي كان فيها الشخص اللي دار الجريمة. بطبيعة الحال كيتم التشميع ديالها حتى كتجي الفرقة الجنائية
كيخليو كلشي كيف ما هو. أما البيت، بيت عادي في دوك الفنادق التقليدية، فيه ناموسية ديال 2 بلايص، فيه طابلة، آآ طواليط ما فيهش، يعني طواليط خارجية، آآ طابلة اللي كانت محطوطة فوق منها عدة أشياء. أول حاجة لقينا واحد الإناء اللي فيه الدم، من بعد التحاليل المخبرية توضح بأن داك الدم دم بشري. كيفاش هاد الشخص جابو الله أعلم. لقينا يد، هي يد بشرية لطفل في الأعمار ديالو 10 سنوات. من طبيعة الحال ديك اليد كانت مجرد عظام وهي قديمة، كيبان فيها آثار دم قديم وآثار هداك ما عرفتش داك اللي كيكتبوا به الفقها، كيكون أسود اللون، يعني كاين في ديك اليد، يعني ديك اليد هي اللي كان كيستعملها للتخطيط أو أنه كان كيكتب بها. زائد كان محطوط داك اللحم، داك الكوتليط مستف، دوك العظام ديال الكوتليط غير العظام مستفهم على شكل ديال النجمة، على شكل النجمة، وكاتب فيهم حتى هما بعض التخطيطات. وكاين النجمة اللي من طبيعة الحال كان خدام به واضح من خلال الريحة اللي شمينا من البدية ديال الخوا. جينا نشوفو الشرجم اللي تلاح منو هاد الشخص. هاد الشرجم أول حاجة عالي، يعني ماشي داك الشرجم اللي مباشرة مع كي دوك الشراجم اللي غير كيكونو الفوق وكيحلوهم غير مربعات صغار للتهوية. باش توصل لهاد الشرجم يعني هو خصو يدير شي سلوم، مكاين حتى شي سلوم أو كرسي اللي ممكن يكون هاد الشخص طلع فوق منو وتلاح. الحاجة الأخرى، هاد الشرجم صعيب يدخل داك الشخص، باش يدخلو خصك تغط داك الشخص، يعني تكون واحد القوة اللي ضغطاتو ودخلاتو بطريقة مسبحة، يعني بلا ما يتسنى داك الشخص. وهذه حتى هي حاجة اللي جاتنا مستحيلة، شبه مستحيل أنه مع قوة عادية أنها ديرها. بطبيعة الحال هنا غادي ندوزو لمرحلة تعميق البحث، خصنا نعرفو هاد الشخص شكون. توصلنا بطبيعة الحال للعائلة ديالو. هاد الشخص كان شخص اللي عندو عايش في مدينة بعيدة على البلاصة فين تلقى فيها، بعيد بزاف، يعني بعيد مئات الكيلومترات. عائلة ديالو عايشين في فيلا، يعني شخص مرموق. على ما قالوا لنا هو أنه أستاذ ديال التربية الإسلامية، ماشي أي أستاذ، أستاذ ديال التعليم العالي. سولناهم، يعني من طبيعة الحال هما كانوا عارفين بأنه مات، لقينا يعني مراسيم العزاء، بطبيعة الحال علموهم الشرطة، وحنا ما انتقلناش لديك المدينة إلا بعد بضعة أيام حيت كانت بصح بعيدة. اللي قالوا لينا هو أن هاد الشخص كيمشي في دوك المناطق اللي لقيناه فيها لواحد المدارس عتيقة، يعني كيزور دوك المدارس العتيقة اللي تما. وهو شخص اللي معروف بأنه عنده كيف ما كنقولوا عنده واحد الطاقة أو كارما، ولا كيقولوا لهم قالك أنه واحد من الأولياء، زعما أنه عنده واحد القدرات واخدهم من عند الوالد ديالو، كيمشي لديك المنطقة، كيزور دوك المدارس العتيقة، كيزور دوك المناطق. إلا كانت شي مرا زعما مسكونة كيشافيها، إلا كانت شي مرا مريضة كيشافيها زعما بالقرآن أو بالرقية الشرعية. وانتقلنا أيضًا دوك المدارس العتيقة، يعني خصك فاش كتبدا شي بحث يعني خصك تكمّل وتعرف لي ديتاي ديال داك الشخص. انتقلنا حتى لدوك المدارس العتيقة، بصح كيعرفوا داك الشخص، وقال لك أن داك الشخص قرا في واحد المدرسة عتيقة اللي هي كبيرة، اللي حتى هي مشينا ليها. ومشينا الناس اللي كانوا في ديك المدرسة العتيقة واعترفوا بأنه شخص يعني طيب. قال لك شخص معقول، فقيه، قاري القرآن، كان كيجي عندهم كيقرا معاهم فاش كتكون شي محاضرة ولا آآ فاش كيكونوا كيتجمعوا كيقراو أو صدقة كيكون، وهو من أول الأشخاص يعني اللي كيدعم ماديًا
دوك المدارس، وأيضًا آآ كيقري فيهم بعض المرات، كيعطي دروس في دوك المدارس العتيقة. حاولنا نتعمقوا، يعني نتعمقوا أكتر، شفنا واحد اللي هو من المسؤولين الكبار على ديك المدرسة، قلنا ليه يعني شنو كيتعلموا الناس هنا، قال لك هنا الناس كيتعلموا حفظ القرآن، وبعض الأحيان كيبداو يلقاو الفقه، يعني الفقه المعمق. قلنا ليه يعني عاودنا ليه هاد الشي اللي لقينا، قال لك حنا ما عندناش زعما شي علاقة آآ بهاد الشي، وهاد الشي اللي كيدير هاد الشخص يعني كيتسمى السحر الأسود. و وكاين قال لك من الطلبة اللي ما كيبقاوش يعني كيعالجوا بالرقية وبالقرآن، بل كيبقاو يقراو كتب وكيطوروا المهارات ديالهم وكيوليو يمشيو باش يستعملوا السحر الأسود، سوا في العلاجات ديالهم، سوا في استخراج الكنوز. هاد الشي هو اللي وقع لهاد الشخص بالضبط، مشى كيستعمل السحر الأسود، واستعمل شي تعويذة أو ربما دار شي خطأ اللي هو اتجه ليه أن داك الجن أو داك الشي اللي كان باغي يدير انعكس عليه وصدق جابها في راسو، صدق مات. حفظنا الملف كيف ما هاكا، يعني ما عندك شي شخص غادي تتهمو، حيت سولنا الناس في الزنقة حتى واحد ما شاف شي واحد دخل عندو. حتى ملي تلاح السيد البيت ديالو كانت مسدودة من الداخل، يعني ما يمكنش هاد الشخص يعني يدخل عندو شي حد يلوحو ويهرب ويهرب في أوطيل اللي كان جا حدا بلاصة عامة وحتى حد ما شافو، الناس شافو الشخص اللي تلاح. وحتى باش يلوحو شي شخص مستحيل حرفيًا أن شي واحد يلوحو من داك الشرجم أو أنه ينتحر. دفعنا الملف كما هو، والناس يعني ديال المصالح أو الناس الكبار قالوا لنا بلي هذا أمر طبيعي، وشحال من مرات كيجيوهم كثير من الحالات اللي بحال هكا، شخص كيموت في ظروف غامضة، أو أن بعض الأحيان شي عافية كتكون كتشعل في شي بلاصة، أو أن كاين شي ديور قال لك اللي الحجر كيبدا ينزل عليهم، ما كيعرفوش شكون اللي كيضربهم، مع أن البوليس كتجي كتبقى تحقق ما كتلقى حتى شي مصدر من غير أن الحجر كينزل عليهم من السما. كاين بزاف د الحالات اللي كيوقعوا ما وراء الطبيعة، ولكن اللي خاصنا نعرفو هو أننا هاد الحوايج راه ما كيوقعوش للناس العاديين، حيت كاين بيننا وبين الشياطين أو الجن واحد الحجاب، ولكن كاين الناس اللي كيكسروا هاد الحجاب بحال هاد الشخص اللي هو اللي مشى كيقلّب على داك العالم أو كيدخل لداك العالم، وهو خطأ أو دار شي خطأ ودفع الثمن ديالو غالي.